بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا على لموقعكم المحترم على هذه المقابلة التي سنستغلها من أجل شرح بعض الأمور أو الدعايات المضادة التي دائما تصاحب تظاهرات الحزب. أولا، لم يكن من برنامج هذه التظاهرات شرح مضامين الخطاب، وإنما كان هناك ضرورة تثمين نقاط مهمة ومفصلية في حياة الناس جاءت في خطاب فخامة رئيس الجمهورية في ذكرى 62 لعيد الاستقلال الوطني. ونحن كحزب سياسي ذراع سياسي للحكم من اللازم أن نتحرك حينما يكون ذلك ضروريا، وارتأت قيادة الحزب بأن تتحرك في هذا الظرف بالذات لكي لا يطمس المثبطون على القرارات المتخذة في يوم 28 نوفمبر. ارتأت قيادة الحزب الجديد أن تنهي مرحلة الميوعة من طرف البعض الذي كان يستغل جماهير الحزب من أجل أن يظهر هو شخصا من أجل الفردانية في العمل السياسي، أو أن يظهر لافتات أو تيار يظن الناس منه أنه خارج عن الحزب، وهو ليس إلا من الحزب ولكنه ليس تحت يافطته. وبالتالي أنهينا تلك الميوعة بأن يكون كل تظاهرات حزبية تحت مظلة الحزب، ومن يريد أن يفعل غير ذلك فليفعل، لكن خارج الأطر الحزبية ويتحمل مسؤوليته في ذلك. ما قال السيد النائب برامة مردود عليه بحكم الواقع، فلم يعد العامة حتى النخبة لم تكن في السابق تعير أي اهتمام لتصريحات السيد الذي ذكرتم، والعامة لم يعد ينطلي عليها ما يضمره من خلاله وما يريد من خلال تصريحاته. فحينما يكون الطيف السياسي متوافق على أجندة واضحة موحدة للانتخابات وهو نفسه سيشارك فيها، ومع ذلك يصرح تصريحات خارج السرب بأن هناك أزمة، فكيف تكون هناك أزمة واللجنة الانتخابية أعدت بتوافق ومسار الانتخابي أعد بتوافق، وليس هناك أي صوت نشاز غير ما يصرح به هو شخصيا أول النهار وقد يناقضه في آخر النهار. نحن ما يهمنا كحزب سياسي هو الجانب السياسي، الأمور الأخرى القانونية والأمنية فتلك لها جهات تهتم بها. أما نحن سياسيا فنتهيأ بكل طارئ، كل ما يطرأ في الساحة نحن نتهيأ له ونطرح له كل التدابير اللازمة من أجل تخطي عقبته. حزبنا في هذه المرة كان واضحا، بحيث أن القواعد الشعبية ودعمها للأشخاص هو ما سيكون حاسما في اختيار هؤلاء الأشخاص، وبالتالي قد أنهى الفوضوية والارتجالية في الطرح. وكل شخص من الآن مترشح سيفكر أين سيفرز، هل سيفرز من الداخل أو من الواكشوط، وإذا كان من أي مقاطعة والهيئات الحزبية ستكون شاهدة على تزكيته. كيف نستدل على إخفاق الحكومة إذا كانت الإنجازات والتدشينات سارية كل يوم، ومع ذلك جماهير شعبنا عندما نناديها تأتي بكثرة، وليس اجتماعاتنا بالأمس وتظاهراتنا بالأمس لا دليل يدحض كل تلك التقول وذلك الكلام الذي يقال بأن هناك إحباط من الشعب متفائل. ونحن إن شاء الله نعتقد أننا إذا سرنا بهذا النهج سنحصد نتائج باهرة في الانتخابات القادمة.